اكيد طبعا سمعت عنها وشفتها وشفت عربيات كتير برضو حوالين، مش كتير بس ابتدى الفكر ده ينتشر في مصر. فطبيعي ان انت لازم تشوفي ده ايه، ده جديد، ايه اختلافه عن عربيات البنزين، ليه الناس برضو مش مشجعاه قوي، ليه الفكره لسه مش منتشره. فبصراحه هي حاجه خلتني ادور وراها او اعرف الموضوع رايح فين. اولا عربيه موفره، عربيه جميله جدا، وكمان مش ما فيهاش تلوث للبيئه. احنا كلنا دلوقتي بنتجه للحاجات اللي هي الحاجات الخضراء، الحاجات اللي تحافظ على البيئه، دي حاجه من ضمن الحاجات دي. طبعا هتوفري جامد قوي في البنزين، صيانتها مش عاليه زي صيانات بقيه العربيه، اعتماديه، لها رينج عالي، تقدري تسافري، تقدري تروحي. الموضوع مش صعب، الموضوع مش معقد، جميل جدا. فكر جديد، اتجاه جديد، حلو جدا، مليان تكنولوجيا، اللي احنا دلوقتي بقينا في عصر التكنولوجيا، فطبيعي ان احنا لازم نتطور معاه. بالظبط كده. احنا لاحظنا ان حضرتك كنت داخله ومختاره عربيه معينه. بالظبط ايه كده. العربيه دي بالذات؟ اولا انها قريبه من عربيتي القديمه، الديزاين بتاعها حلو جدا، مداها كويس جدا بالنسبه لحجمها. عربيه عاليه عن الارض. BYD طبعا غنيه عن التعريف في العربيات الكهرباء. انا كنت محدده وعارفه انا عايزه ايه، والحمد لله لقيته عندكم. ازاي سمعت عن الانرجي؟ شفت لكم اعلانات من يوم الافتتاح وانا عارفه عنكم. جيت كذا مره ولفيت، رحت اماكن تانية. خليني اقولك اللي خلاني اجي هنا ايه، ان انتوا عاملين زي التوكيل او عاملين سيرفيس كامله متكامله. يعني انتوا مش بتبيعولي العربيه واخدها وامشي وخلاص، لا، انت بتبيعيلي عربيه، بتبيعيلي توكيل، بتبيعيلي ضمان، بتبيعيلي ان انا لو جيت في اي وقت حصل اي حاجه لا قدر الله انا عندي مكان ارجع له. فعندي حاجه زي التوكيل، خدمه انا مش شفتهاش في حته تانية خالص. بتعملي لي سيرفيس معايا، بتشرحي لي كل حاجه، بتشرحي لي كل حاجه في العربيه، بتشرحي لي السيرفيس بتاعتي. ولو العربيه مثلا مش مناسبه او انا اخترت عربيه وهي مش مناسبه لاستخداماتي، لا، انت بترشحي لي اللي مناسب. التيم هنا عنده داتا ما شاء الله، كويسين جدا، بروفيشنال جدا، عارفين شغلهم حلو قوي. فكل الحاجات دي مميزات تخليني اجي هنا وما اروحش مكان تاني. شكرا جدا لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي، شكرا.